بصبح على حضراتكم مشاهدينا الكرام، يا رب كل صباح دايما عليكم بكل الخير والحب والسعاده. هقول لكم الماتشات بتاعت امبارح سريعا كده لان عندنا فيها دردشه كتير قوي. مصر والسنغال في كاس العالم للشباب، يا رب يوفقهم ان شاء الله تحت 17 سنه. 2-1 لينا. جه فينا هدف في دقيقه 20 من نيداييه من السنغال، ورد محمود عبد المنعم كهربا، هو الحقيقه كهرب الملعب كله في دقيقه 66، وبعدها جه بقى جده الصغير محمد عادل كده في الدقيقه 82 وجاب هدف الفوز. اللقاء ده انا شايفه معنوي اكتر منه اي حاجه تانية. هو في اطار استعدادنا لاولمبياد لندن 2012. منتخب الاولمبي بقياده كابتن هاني رمزي بيغلب البافانا جنوب افريقيا 2-1، والهدفين جايين لمحمد عفيفي. يعني الحقيقه علي جاب الهدفين وبرده كان في تاخر، لكن ده بيدينا يعني شيء كده في امل وابتسامه للي جاي، لان احنا في الكبار عندنا البافانا. عايز اقول لكم بقى حكايه انه احنا نجيب جون قدام اوغندا في الدقيقه 93 ده لازم يكون لنا فيها وقفه وكلام. صحيح احنا فزنا وكل حاجه، صحيح انتصرنا بهدف البديل المتالق دايما كل ما بينزل جده، لكن في فكره فين الشخصيه او الهيبه اللي انا دايما بتكلم عليها. يعني في تصريح مثلا لكابتن حسن شحاته بيقول مشكله منتخب مصر انه هو بطل افريقيا. في معنيين للكلام ده. هل معناه انه احنا كبار فلا نتعرض للنقد او لاي شيء كده يشوب المنتخب؟ هل ده معنى؟ المعنى الثاني انه احنا كبار فلا يمكن ان احنا نقعد للدقيقه 93، لا يمكن ان احنا يتقفل علينا مفاتيح لعبنا، يبقى ما فيش اختراق من العمق، يبقى ما فيش شغل من على الاجناب، يبقى ما فيش البدلاء اللي ممكن يغيروا رتم الماتش. مش كل بديل، يعني كل لاعب لما ينزل مكان التاني يؤدي دور احسن عشان هو عنده مهارات اكتر، لا انا بغير تكتيك لعبي على اساس اللعيبه دي. يعني هندردش اكتر، لكن اصبح على حضراتكم مره ثانيه واصبح على ضيوفي الكرام الاستاذ احمد السباعي مدير تحرير ماسبيرو الرياضي، وده راجل يعني كان في بينا عشره طويله الحقيقه في اولمبياد بكين وكان فيها البرونزيه لهشام مصباح. يا استاذ احمد صباح الخير، نورتنا. الله يخليك. ضيفي كابتن عماد دربالة، احنا الحقيقه اول مره نلتقي يعني سواء على الهواء او بره الهواء، وفاجئني الحقيقه بالسلسله اللي انا هقولها لكم. لعب الراجل في 9 انديه ايطاليه لمده 9 سنوات، مدرب مساعد في فريق 11 سنه في اي سي ميلان، حاجه محترمه، ومن اي سي ميلان راح اتلانتا فريق 12 سنه، ومن الاثنين راح لانتر ميلان مدرب مساعد ومعاه رخصه تدريب سي. ايه الحاجات الكتير دي؟ زحمه. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ محمد. نورتنا يا كابتن. ربنا يخليك. استاذ احمد، شايف ايه تصريح كابتن حسن شحاته؟ طبعا لازم نبص لبطوله حوض النيل او دوره حوض النيل نحطها في الاطار السليم بتاعها. هي الدوره في الاساس دوره تجريبيه، دوره ليها اهداف سياسيه وليها اهداف قبل ما تكون اهداف رياضيه ليها اهداف سياسيه. كويس. فلازم نحطها في الاطار بتاعها. حسن شحاته المدير الفني لمنتخب مصر شايف ان الدوره دي هي فرصه ذهبيه ليه تجريب اكبر عدد ممكن من اللاعبين المحليين او اللي بيلعبوا في الدوري المحلي. علشان كده هو يعني قصه التجريب نقدر نقول عليها دوره تجريبيه اكتر منها دوره وديه، فعلشان كده ما نقدرش نحكم عليها او على مستوى منتخب مصر ان هو ده المنتخب اللي احنا هنشوفه في الماتش المصيري في شهر مارس مع جنوب افريقيا. فافتكر ان لغايه دلوقتي على مستوى هنشوف نفس اللعيبه، يعني هنشوف بعد الانتقال. يعني انت بتدرب عدد كبير جدا من اللعيبه الراجعين، بتجربهم، بتشوفهم شكلين عاملين ازاي. في لعيبه تانيين في الدوري المحلي بتقدر تملى بيهم الفراغات اللي موجوده. فافتكر ان الدوره لغايه كده محققه هدفها. التاخير بتاع امبارح بتاع الهدف او الشكل بتاعنا بتاع امبارح افتكر في درس مهم جدا ازاي منتخب مصر بتقفل عليه، بيتملي وسط الملعب ليه بشكل او باخر، بيحصل نوع من انواع العقم التهديفي يعني. جزئيه بقى ان محمد ناجي جده ما بيتالقش اللي هو بديل، دي نتكلم فيها، دي بقى حاجه ايه قدريه يعني. طيب عموما انا هاجل ماتش مصر واوغندا للاخر عشان ادردش كده مع كابتن عماد ومنتخب الشباب. بس اديني فكره كده، وانت في ايطاليا ايه الاخبار؟ وكنتوا تسمعوا عن اللعيبه بتاعتنا على مستوى الاحتراف؟ كان بيجي لكم كده سيفيهات ليهم، لقطات من الماتشات، ايه اللي كان بيحصل؟ عرفنا شكلنا بره عباره عن ايه؟ انت كده هتوقعني في الغلط. لا لا لسه بدري على الغلط. احنا طبعا هي دي مشكله كبيره جدا بالنسبه لنا هنا كثقافه احترافيه وتعامل مع نجومنا. احنا بنقدر نجومنا تقدير اعلى من حقهم بكتير. هم نجوم طبعا وعلى عيني وراسي، نجوم كبار، ابو تريكه وعماد متعب، نجوم كبار، ولكن احنا ما حدش يعرفهم في اوروبا يا جماعه. المعروف منهم واحد زي زيدان المحترف في اوروبا، ما حدش بيتابعنا. يعني انا عايز اقول لك حاجه، مش ابو تريكه لعب في كاس العالم للانديه قبل كده مع الاهلي، ولعب في بطوله القارات في جنوب افريقيا وتالق. برشلونه والميلان وريال مدريد ما خدوهوش ليه؟
هي الناس دي ايديها بتقف على فلوس؟ ما عندهمش مشكله في الفلوس، يعني لو الاهلي كان طلب ملايين الدنيا كانوا خدوه. يعني هم اولا احنا مش يعني اقول لك ايه، مش مرغوب فينا قوي هناك كشمال افريقيا، مش متصنفين. مش متصنفين، عارفين اللاعب بتاعنا مش يعني تيمة اللعيب بتاعنا مش هو خامتهم خالص، ولا تقصد ايه الشخصيه ولا؟ اولا الشخصيه حته ان انت يعني احنا غالبيتنا مسلمين، حته مسلم دي بالنسبه لهم مش حابينها شويه، لان اللاعب بتاعنا ثقافته بتفصله عن الفرقه. يعني انا لما كنت بلعب هناك اللعيبه مثلا خارجين بالليل رايحين ديسكو ما بروحش معاهم، مثلا قاعدين بياكلوا، هم بياكلوا اكل وانا باكل اكل تاني، يعني حياته اجتماعيه ما بتبقاش انت ما انتش واحد من الجروب، مش عارف يعمل لك انسرشن في الجروب ده، مش عارف يدخلك تدخلش، غير ان انت كمان مهريا وفنيا احنا اقل منهم. الناس دي معمل لهم اعداد من صغرهم اعلى مننا بكتير جدا، وقادرين ان هم يتوافقوا مع اي نواحي خططيه ينفذها المدرب. احنا مش زيهم، احنا قصه ثانيه. غير ان انت يعني زي ما انا كنت بقول انتر ميلان شغال، واي سي ميلان كنت موجود، واتلانتا كنت موجود، الشباب فيهم الناشئين مختلفين عننا كتير جدا كثقافه كرويه مختلفه. طبعا كتير. العيب من صغره بيبقى طالع يا استاذ محمد طفل صغير عنده 5 سنين داخل في الميلان مثلا، الولد بتبقى هدومه كلها عليها رمز الميلان، وشنطه المدرسه رمز الميلان، وبيجامته عليها رمز الميلان. انتماء بيخلق انتماء من صغره، وان كان الموضوع ده برضه ليه نواحي سلبيه، لان في الاخر الطفل دوت ما بيقدرش يلعب في نادي تاني. يعني لو الميلان سابه بيتدمر على كده، هو خلاص هو ظبط حياته على الميلان. لكن انا اللي عايز اقوله لك، انت لو هتتكلم على الاختيار في حد ذاته بيحصل ازاي، هو ده اهم فرق بيننا وبينهم. انت عندك دلوقتي مصر مليانه اكاديميات، انا اتحدى لو اكاديميات مصر كلها في يوم من الايام طلعت لعيب، لان هي عباره عن سبوبه رزق. يمكن الاستاذ احمد يوافقني في الكلام ده. الهدف منه بس مشروع استثماري عشان يدخل فلوس، لكن مش عشان يطلع لعيب. هناك مش كده، هناك الاساس ان انا اطلع لعيب، وبعد كده بيجي الفلوس، وبعد كده الفلوس. طب الاكاديميات اللي موجوده هنا وليها يعني دي فروع لحاجات اجنبيه موجوده في مصر، هل دي مش ممكن تخلق شويه رواج؟ هي مش بتخلق رواج، هي اكيد الاكاديميات ليها دور مهم جدا، بس هو احنا استغلينا حاله الاقدام الكبيره جدا من الاسر ومن الاهالي في مصر، ان هم عايز يطلع ابنه لعيب كوره بعد اللي بيشوفه من لعيب الكوره بياخد قد ايه والشهره وكده، فدي مهمه جدا. فهو اكيد هو اي حد بيبقى طمعان ان ابنه يبقى لعيب كوره، فبيقول ان شاء الله اصرف عليه. يعني الاول كان لو لعب يقول له لا عيب انت روح ذاكر، دلوقتي لا روح يلعب. فالثقافه اختلفت، فاحنا بقى نقول له روح ذاكر والعب. لا احنا بنستثمر ده. بس الاكاديميات عندنا حتى لو كانت فروع او واخده اسماء، هي الفروع دي يعني انا بشتري اسم الفرع ده، بشتري اكاديميه اس ميلان، بروح اتفق مع اس ميلان عشان اخد العلامه بتاعته بس وابيع بيها في مصر، انما ما بنفذش نفس البرامج التدريبيه اللي بتتعمل هناك. طب ليه؟ هل مفيش اشراف؟ لا مش الاشراف، هو الهدف الربح السريع. انما لو بتفق انا مع كابتن على ان في حاجه مهمه جدا، الاكاديميات دي مش تحت مظله حاجه ولا هي مع نفسها؟ لا الاكاديميات دي كمان مشروعات استثماريه، بتاخد اسماء الانديه وبتاخد مكان. يعني ما فيش رقابه عليها؟ لا الرقابه عليها لا ما فيش رقابه عليها. انت لو قلت عملت دلوقتي اكاديميه دلوقتي حالا وكتبت عليها تشيلسي، مين اللي هيسالك؟ لا تشيلسي ومانشستر لا، هم عشان كده الاكاديميه بتبقى واخده شكل كبير. انا بختلف مع حضرتك في النقطه دي، ان الانديه الكبيره انا بحب اخد اسم تشيلسي واتفق في البروتوكول اللي انا بعمله معاها ان انا اجيب نجم من نجوم تشيلسي، اخد ان شاء الله الشعار، هروح اصور معاهم. مهم يا استاذ، انا بتكلم انا دلوقتي عشان اعمل اكاديميه واخد اسم شيء على تريد مارك، يعني هل ما بروحش اخد مثلا موافقه اتحاد الكوره؟ ما بروحش اشوف المجلس القومي للرياضه؟ ما بتاخد موافقات، احنا بناخد موافقات سوريه، وده اللي بيخلينا نرجع لحاجه مهمه جدا. هل الرياضه المصريه بتدار بمنطق المحترفين ولا بمنطق الهواه؟ الرياضه المصريه في مرحله رماديه بجد الراجل كان عنده حق. لا ما انت محتاج قانون، لا انت محتاج قانون رياضه يرسخ مبادئ الاحتراف. ده مش موجود عندنا، ده لازم يكون موجود. طيب اخد ده مدخل الحقيقه. انا ليه اتكلمت على موضوع الشباب؟ عشان نشوف مصر والسنغال. عجبني قوي فكره ان احنا نكون متاخرين بهدف ونجيب هدفين. ليه؟ لانه النقله دي وانت بتلعب بره والولاد لسه برضو احتكاكهم يمكن يكون الدولي نوعا ما قليل، ويقدروا يبقى عندهم الاستفاقه او الانتفاضه ان صح التعبير، ويجيب كهربا وبعدين محمد عادل الهدفين اللي بيفوز بيهم منتخب مصر. يعني له معنى ان المدرب بيحتوي اللعيبه نفسيا. الدوره كمان فيها تحديات كتير جدا يا استاذ محمد. زي اولا طبعا هي الدوره ديت اللي هيضمنوا مؤهله لكاس العالم، فدي اول تحدي بالنسبه لهم، غير الفوز ببطوله افريقيا انت كمان هتاهل لكاس العالم. المرحله العمريه دي قبل كده مع الكابتن شوقي غريب اعتقد كانت هي نفس المرحله، فايزين واخدين 3 عالم قبل كده. فالولاد دول قدامهم حاجات، قدام عينهم حاجات مهمه جدا واهداف عايزين يوصلوا لها. فبطبيعه الحال ان هو يكون متاخر قدام فرقه زي السنغال ويكسب فرقه زي السنغال حجمها كبير جدا، مش فرقه بسيطه. فطبعا ده انجاز حلو جدا للكابتن محمد عمر
والولاد اللي معاه. ايه رايك يا استاذ احمد، خاصه ان احنا عندنا بقى اصحاب الارض الماتش اللي جاي يوم الثلاث؟ رواندا ده هو احسن حاجه انا شايفها ان في كابتن محمد عمر عملها، ان هو بعد الفريق بتاعه ده خالص عن الاعلام وعن الاضواء، اشتغل في صمت لمده كبيره جدا، قدر يطلع بفريق كويس. بس يمكن الميزه اللي ممكن يكون اكتسبها من البطوله دي، زي الكابتن بيقول ان هو الاربع فرق الاولانيين طالعين كاس عالم، فدي حافز لوحده، حافز كويس جدا ان شاء الله ان هم في كولومبيا ان هم يطلعوا كاس عالم. دي بيبقى حافز كبير جدا عند اللعيبه في المرحله السنيه دي. بس الاكتر اللي انا شايفه ان يعني مش من الموضوع ما ينتهيش عند حتى ان هم يطلعوا كاس عالم، ازاي نستغل اللعيبه دي، ازاي نستثمرهم، ازاي نكمل ديمهم. تقصد في المنتخب الكبير يعني؟ في المنتخب وفي انديتهم عمليه صعود؟ لا الاكتر انا في رايي الاكتر في انديتهم، مش مجرد تصعيد. لان المشكله الكبيره ان احنا عندنا في نجوم كهربا ده في انبي، لا في نجوم كتير جدا بعد ما بيتم اكتشافهم في منتخبات مصر بنفاجئ بعد كده ان اللعيبه دي بيجوا يبقوا سكند وثيرد وقاعدين على الدكه في الانديه بتاعتهم. فده بيؤدي ان الخامه دي او النموذج ده انا بيموت عندي، ما بشوفش النجم ده، ما عنديش يعني فكره او ثقافه صناعه النجم. ممكن اللعيب ده صغير جدا وسنه صغير، بس انا بقدر اصنع منه نجم، نجم انا احافظ على مستواه، نجم ان يديني اكتر رقم كده في الملعب. انما بعد البطوله للاسف